عملت لكم كيكة صحية، شايفين يا جماعة السعرات الحرارية بتاعتها قليلة جدًا، طلبتوا مني حاجات كتير للدايت، النهارده بقى قُلت أعمل لكم شاي بلبن دايت وكمان كيكة دايت، هتقولوا لي طب إزاي؟ هاقول لكم السر عندي، يالّا كومنتات كتير وقولوا لي سلِّم إيديك عشان النهارده الفيديو جميل أوي لكل اللي عامل دايت. بُصّوا بقى، أول حاجة بنجيب موزة كده طرية، وبعد كده بابدأ أهرسها بأي شوكة عندِك. بُصّوا بقى، هتقولوا لي طب إحنا عندنا مشكلة في السكر والسكر بيمرّر والسكر اللي إحنا بنشتريه لأ هاقول لكم بقى أنا جبت لكم بقى حاجة حلوة جدًا ومش بتمرّر، إيه هي؟ تعالوا أنا أقول لكم. عندي كده بيضة بس البيضة دي طلعت بصفارتين، وكمان عندي شوية من البيكنج باودر وشوية من الفانيليا، وده بقى سكر ستيفيا من شركة باريشيا. بُصّوا أنتم ممكن تلاقوه في أي صيدلية كبيرة، وممكن كمان في سوبر ماركت، وكمان بقى اللينك بتاع الصفحة هاسيبه لكم في الكومنتات لو أنتم عاوزين تدخلوا تطلبوا عشان عاملين عروض حلوة جدًا على السكر، ده سكر دايت يا جماعة. بُصّوا، أنا عملت السُكّر ده وما حسّيتش بأي مرارة، يعني لو أنتِ عاملة بقى دايت لو حد عنده مقاومة أنسولين، حد عنده السُكّر ده مناسب جدًا ليه، تعالوا بس ندوق ونشوف الكلام ده بعدين. بعد كده هاقلّب بقى كل المكونات اللي أنا حطيتها، عايز أقول لكم بقى سؤال وأشوف بقى مين مركّز معايا. قبل السؤال حطيت كده معلقتين لبن، البيضة اللي أنا حطيتها كانت بصفارة واحدة والّا ب2؟ يالّا أشوفكم مركّزين معايا والّا لأ. هاقلّب بقى الخطوات دي كلّها وكده عندي الكيكة جاهزة، هتقولي لي بس كده؟ هاقول لكم آه. بعد كده أحطها في الميكروويف بتقعد مثلًا حوالي من دقيقة ونُص لدقيقتين. هاعمل بقى الصوص بتاعنا، عندي كده معلقة من الكاكاو الخام وباحط عليها معلقة من سكر ستيفيا اللي هو كيس كده، وبعد كده هانزل عليها بشوية من اللبن، وبابدأ أقلّب كويس جدًا. الناس اللي كانت بتجرّب الكيكة دي كانوا بيقولوا لي حاسين فيها بمرار، عشان ما فيهاش أي نوع سُكّر مع الكاكاو الخام، لكن أنا استبدلت السُكّر بسُكّر ستيفيا من باريشيا، شايفين الحلاوة والجمال؟ هو ده يا جماعة، الباكيت طبعًا بييجي كده بييجي علبة حلوة كده، وبعد كده أنتم بقى بتفتحوها وبتاخدوا بقى يعني الباكيت الواحد يعادل معلقة من السُكّر، شايفين الكيكة أول ما طلعت هابدأ بقى أحط عليها الصوص الرهيب بتاعها، وأبدأ كده أزيّنها بقى لو عندِك بقى شوية مكسرات، أنا حطيت بقى شوية من جوز الهند، وكمان شوية من الزبيب، أنا عندي كان مكسرات مجروشة. بُصّوا يا جماعة الحلاوة والجمال، طبعًا الكيكة كده الصبح ما ينفعش نفطر بيها لوحدها، طب أُمّال هنفطر بيها إيه؟ تعالوا بقى نجيب بقى شوية مَيّة سخنة، عندي كده معلقتين سكر من ستيفيا اللي هو من شركة باريشيا، ويالّا بقى شوية الشاي، وعايز أقول لكم فعلًا اللي أنا لمّا شربت الشاي ده ما حسيتش بأي مرار، يعني في كده أنواع تشربوا كده السكر بتاعهم تحسوا شوية مرارة، لكن أنا ما حسيتش بأي مرار، وحطيت بقى اللبن، يعني كوباية شاي بلبن بقى، ويالّا بقى بينا نشرب بقى شوية الشاي الحلوين، وناكل كده حتة الكيكة. وكده الفطار بتاعنا جاهز، بجد جرّبوا الوصفة دي، ولو أنتم عاوزين بقى سُكّر ستيفيا من باريشيا ممكن تشوفوه في الصيدليات، وممكن كده لو أنتم عاوزين أسيب لكم اللينك بتاعه، كان معاكم أبانوب واعملوا شير للوصفة.